بآمال مفعمة بالتفاؤل والتطلع إلى مستقبل زاهر، وطموح عال يجسد التنافس الجاد بين مختلف الطلاب. وبعد 4 سنوات من التعليم الإعدادي توجه ما يزيد على 100 تلميذ إلى قاعات المسابقة الثلاث بمدينة شنقيط التاريخية من أجل خوض امتحانات شهادة ختم الدروس الإعدادية المتوجة لهذا المسار التربوي من التحصيل المعرفي. ومتابعة منه لسير هذه الامتحانات حرص حاكم المقاطعة السيد باعلي عبد الرحمن رفقة العمدة المساعد البلدية السيد محمد السالك رمضان والسلطات الإدارية والأمنية على زيارة ميدانية لمراكز المسابقة بالثانوية اطلع خلالها على سير الامتحانات والظروف التي تحيط بها، وتلقى شروحا وتوضيحات من لدن المسؤولين التربويين حول المعطيات والأرقام المتعلقة بالمسابقة. وقد أكد العمدة المساعد خلال تصريحه لمنصة شنقيط الإعلامية أن الامتحانات تجري في أحسن الظروف. احنا دائما في إطار امتحانات الشهادات. اليوم جينا رفقة السلطات الإدارية نطلع على حال انطلاقة مسابقة امتحانات دخول ختم الشهادة الإعدادية، وجبرنا ظروف حسنة والحمد لله. السلطات الأمنية مأمنة الساحة الحمد لله، وظروف كاملة طبيعية وتلاميذ في جو مريح، وذاك اللي يطمئن على نتائج دور طول هذه السنة نتائج جيدة. وفي ذاك الإطار دائما والحمد لله في إطار تعليمات عمدة بلد الشنقيطي والالتزامات اللي قبل على راسه أنه يعدل التهوية، واصلنا ذيك التهوية اللي عدلنا عند المدرسة الابتدائية، جبنا هذه البلدات وهم الحمد لله. وكان مولانا فعونا إننا قبلنا ذاك القرار، عاد الجو الحمد لله هم اللي لطيف. كما أوضح المدير السيد محمد الأمين والأحمد المختار خلال مداخلته أنهم مصممون على أخذ الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بعين الاعتبار، ويتم تطبيقها على أكمل وجه ولن تشوبها أي خروقات. إذن باجي بدأ المركز هون فيه 109 تلاميذ، من بينهم 44 ولد و65 بنت. إن شاء الله ظروف مواتية يجازهم خير إن شاء الله. السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين خاصة العمدة وفروا الجو مناسب ما شاء الله لإجراء هذه المسابقة الوطنية. إياك تعطي أكلها وتجيب النتائج المرجوة منها إن شاء الله. إذا التلاميذ وفر لهم الجو ملائم لإجراء امتحاناتهم كيف قالت الوزارة، والتعليمات اللي جبرنا شورى وزارة التربية إن شاء الله. وذلك الظروف الدور تعود إن شاء الله موفرة، وخاصة لا يشتغلوا هم وتوفوا. ثم توالت المداخلات بعد ذلك. جينا اليوم هون وكلاء التلاميذ جايين للمؤسسة ثانوية شنقيط، جايين للتلاميذ البريف وطالبين من المصححين انهم يطرحوا البال للتلاميذ. فوتوا الحمد لله من الزمن كامل يطلعوا مساكين يقراوا ويسهروا الليالي مع ان حد لا يطرح لهم البال للتصحيح، وراجي من عند مولانا التوفيق ان شاء الله. لا التوفيق والنجاح. الامتحان كان زين؟ جوال الامتحان ما بيمشي. جوال الامتحان زينه، الامتحانات كانوا زينين. مشكلتنا لا هذو المراقبين ما هم متكيسين معنا، ما هم مشدين علينا حتى. فيها شد ياسر من تشدد، ما يلا ما يلصم حد. احنا لا مخالف كيفتهم يلصموا اللي يتكيسوا معنا. صحيح يلصم لا دخل تعب لا بد حد يعطي باله الدورة، لا يركزون على الاوراق. ليش متركه كتبتوا معي حتى يعطوا يطرحوا بالهم تصحيح. المصاحين يارتكم تكيسوا معنا، تفهموا معنا. احنا لنا السنه الثامنه نقرا، يارتكم يتفهمونا. واللي يشين كتبه واحدين كتبتهم شين يارتكم تم تخرسوا كتبه الناس. اشبه الناس اللي شين كتبه من الناس اللي زين كتبه. غير مولي والمراقبين اختاروا من بعد لا يفهمونا شوي تكيسوا معنا. عدلوا كي حد يعود كاتب فيها رقم ويجي واحد خرس يقول له هذه ما يكتبتها كي يكردها منه. هاك موصل طالبين منهم بعد لا عنهم يفهمون شوي. الله نعرف لا توفيق. انا
طبعا باع لي بريمير اكزو ديزيام سي بون لاباس بي تروازيام باع فيفا شويه لا ولا درت. غادي نتوقع يا خاي لا 9 باع 9 ولا 10 اخر شي بعد عندي توقعت وانا اني اشتريت عليه 9.